مشاهدينا الكرام، يعني كل الشكر للمعلقين على هذه المباراة وفوز مصر في اليوم الافتتاحي لهذه البطولة التي تقام بطولة طوكيو الانزلاق على صالة 2 بمجمع الصالات باستاد القاهرة. ويسعدنا ان يكون معنا رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لهوكي الانزلاق الكابتن والعقيد ياسر مهدي. برحب بحضرتك يا فندم، بقول لحضرتك يعني كابتن ياسر الشام برحب بحضرتك، بقول لحضرتك النهارده يوم جميل في بداية افتتاح، اعتقد بطولة النهارده مهمة ولسه هنشوف حفل الافتتاح ان شاء الله بعد يعني نقول دقائق من الان، ولكن عايز اتكلم مع حضرتك عن الافتتاح وعن هذا العرض النهارده لمنتخب مصر. كان عرض قوي امام جنوب افريقيا. هي البطولة النهارده دي المتممة لبطولة افريقيا. الجزء الاول كان في ديسمبر 2022 وكان بحوالي 13 دولة. الالعاب الانزلاق هم 11 لعبة، هوكي الانزلاق واحدة منهم، فدي المتممة لبطولة افريقيا. النهارده في 4 دول، والافتتاح كان بفريق الشباب من مصر وجنوب افريقيا، والحمد لله ربنا وفقنا بنتيجه ممتازه جدا 9-3. عايز اتكلم بقى عن البطوله، نظام البطوله هي مرحله ليه وليه المراحل موجوده، عايزين نشرحها ونوضحها للناس. هي بطوله للشباب وللفريق الاول، لاول مره مصر بتشارك بمنتخب الفريق الاول، وهو ده النواه ان شاء الله اللي هنكمل بيها في السنين اللي جايه. منتخب مصر عامل اداء كويس بالرغم ان احنا اتحاد هواه، احنا مش محترفين، يعني عاملين يعني مجهود ومحققين نتائج كويسه. وكنا في الارجنتين السنه اللي فاتت وكسبنا ان احنا نكون ثالث المجموعه، فدي حاجه في بطوله العالم. فاحنا يعني في افريقيا احنا بننافس، احنا مش نمره واحد، لكن احنا برضو مش في الاخر. ولان اللي بيوصلوا نمره واحد في افريقيا هي انجولا، وانجولا معظمهم مجنسين ومحترفين، لكن احنا لسه عندنا هواه. احنا بنسعى ان احنا نخرج من ان احنا نكون اتحاد هواه لنصف هواه ثم محترفين ان شاء الله. عايز اتكلم عن الجمهور قبل حفل الافتتاح اللي شايف في كتير منهم اسر، ولكن عاملين جو جوه الصاله، الصوت الناس بتشجع مصر واعلام مصر. اشكر اولياء الامور، جمهور العاب الانزلاق في مصر هم اولياء الامور، وهم الداعم الرئيسي للعبه، فانا بشكرهم طبعا كلهم، وان اولادهم اللي في الملعب ده بدعمهم وبالمجهود بتاعنا ان احنا نوصل للنتيجه دي الحمد لله. حفل الافتتاح النهارده عايز اتكلم على الحفل اللي هيبدا بعد دقائق من الان، الشكل خاصه حاسس ان في تنظيم وفي بعض الناس اللي موجودين وفي بعض العروض وفي بعض الفنانين موجودين. هو يعني الفيدباك اللي خدناه من حفل افتتاح البطوله الافريقيه اللي حضرها سياده الوزير في 2022 ان كانت يعني بالنسبه لبطوله العالم في الارجنتين، فبطوله العالم يعني كانت الافتتاح يعني مش على المستوى خالص، كان بسيط يعني. كان بسيط. الحمد لله احنا عملنا افتتاح رائع قبل كده، والنهارده الافتتاح طبعا لانها لعبه من 11 لعبه، فعندنا البنات الانزلاق الفني من نادي المعادي، المدير الفني كابتن مروه عفيفي، عاملين استعراض يعني يربط مصر بافريقيا ويأكد على الامتداد الافريقي المصري، ان هو توجه مصر يعني في الفتره الحاليه انها تسعى لتقويه الامتداد الافريقي. فهنشوف دلوقتي استعراض بالانزلاق الفني يؤكد على ذلك. بشكر حضرتك جدا، موفقين ودايما باذن الله رايه مصر يعني عاليه ويعني بترفق في كل البطولات والمحافل الدوليه. ان شاء الله يا فندم، ان شاء الله. الف شكرا. العفو، الف شكرا. الكرام، يعني ده كان سيد العقيد ياسر الشامي رئيس مجلس اداره الاتحاد المصري، ولكن هيكون معانا واحد من اولاد يعني اولادنا في منتخب مصر، فارس اشرف. هنرحب بيه، واحد من اللاعبين اللي كانوا النهارده، ونقول له الف مبروك. فارس، اقول لك الف مبروك النهارده، اداء جيد ليكوا وبدايه جيده. يا رب، ربنا يخليك. ان شاء الله اللي جاي احسن، وبرضه الماتش اللي جاي اصعب بكتير، وان شاء الله هنأدي ونعمل احسن من كده بكتير. البدايه النهارده اعتقد بتديكوا دفعه، خاصه ان انتوا عرض كان قوي، المباراه قدرتوا تحسموها بسكور كبير برغم ان انتوا كان يعني ماشيه في بعض الفترات قريبه، ولكن قدرتوا تحسموها بشكل كبير. لا الحمد لله، يعني احنا بقالنا كتير قوي بنحضر للماتشات دي، والحمد لله يعني ادينا بشكل كويس، وفي احسن ان شاء الله الماتشات اللي جايه ان شاء الله. شايفين المباراه كده هتكون يعني مستعدين لها ازاي، خاصه ان انتوا النهارده كان عليكم مباراه كبيره، وشايف اولياء الامور عاملين لكم جو كتشجيع. طبعا الضغط كان كبير، بس ان شاء الله المباراه الجايه بقى التوتر اقل، ويعني ماسكين كرة اكتر من الاول، عشان اليومين دول برضو كان الموضوع موتر جدا، بس ان شاء الله اللي جاي احسن يعني. فارس اشرف يعني لاعب منتخب مصر، بشكرك واقول لك الف مبروك النهارده. الله يبارك في حضرتك، متشكر حبيبي، شكرا. العفو العفو، شكرا. مشاهدينا الكرام، مستمرين مع حضراتكم، ويعني زي ما احنا شايفين اليوم الختامي
يعني النهارده وهينضم لينا السيد دكتور ماهر الغريب، يعني نائبا عن سياده الوزير. برحب بحضرتك دكتور ماهر، واقول لحضرتك النهارده يعني اعتقد اي بطوله بتقام على يعني ارض مصر هي بتبقى صوره للرياضه المصريه وليس اللعب اللي بتمثل. اكيد. يعني عايز حضرتك النهارده طبعا نائبا عن معالي الوزير، النهارده عايز حضرتك تكلمنا عن هذه البطوله، خاصه اللي هي بطوله يعني ليها اكتر من مستوى واكتر من حاجه بتمثلها، مش لعبه الانزلاق بس. الاتحاد المصري للهواة للانزلاق من الاتحادات الصاعدة الواعدة. كانوا منظمين البطولة السنة اللي فاتت بأفريقيا للانزلاق، وهم نشيطين جدا وبيسعوا ان هم يستقبلوا بطولة عالم في مصر. الوزارة لا تألو اي جهد انها تساعد كل الاتحادات اللي بتجتهد عشان تمثل مصر التمثيل المشرف وتحقق بطولات، لان الهدف من التنظيم مش بس ان انا انظم واحصل على البطوله بالجهد طبعا. فالوزاره بتقف خلف اي حد مجتهد بيحاول انه يتواجد او ان هو يثبت وجوده او ان هو يحقق بطولات بكل اوجه الدعم المادي والمعنوي. البطوله خاصه اللي فيها تحت 19 او تحت 20 شباب وفيها فريق اول، فاعتقد بتدي فرصه ليها على ارض مصر للاحتكاك اكتر سواء للشباب او للفريق الاول. هي دي البطوله الاولى للسينيور للجونيور، والبطوله الثانيه الافريقيه الثانيه للسينيور. يمكن رئيس الاتحاد الدولي كان هنا السنه اللي فاتت واشاد بمقدرات مصر وقدرتها على التنظيم في اي بطولات، وده ادعى ان الاتحاد يسعى جاهدا ان هو يبدا يتواجد على الساحات الدوليه وينظم بطولات عالميه. بشكر حضرتك جدا ودايما موفقين، ودايما وزاره الشباب والرياضه بتدعم الرياضه طبعا بقياده معالي الوزير الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه. دكتور اشرف صبحي دايما بيقول لكل حد احنا في ظهرك، اشتغل واحنا في ظهرك، انجز واحنا في ظهرك. والدكتور اشرف صبحي من الوزراء اللي اشتغلوا خارج الصندوق، وده اللي اوجد مصر على الساحات الدوليه في جميع البطولات والمسابقات بالنسبه للاتحادات الرياضيه. بشكر حضرتك جدا وموفقين ودايما بالتوفيق لكم للرياضه المصريه. الشكر ليكم على جهدكم، لان الميديا من اهم دعائم نشر الرياضه ونجاح البطولات المنظمه. بشكر حضرتك. شكرا. مشاهدينا الكرام، يعني احنا كنا مع حضراتكم اليوم الافتتاحي بنحاول ننقل لحضراتكم الاجواء داخل مجمع الصالات باستاد القاهره صاله 2، ونقول يعني النهارده منتخب مصر للشباب فاز في المباراه الاولى على جنوب افريقيا، واحد من الفرق القويه، ولكن هينضم لينا سياده اللواء عمرو محفوظ مدير التخطيط بالاتحاد المصري لهوكي الانزلاق. بنرحب بحضرتك سياده اللواء ونقول لحضرتك النهارده يعني اعتقد صوره جيده لهوكي الانزلاق والرياضه المصريه في هذه البطوله وهذا المحفل. الحمد لله احنا اول مره مثلا ننظم البطوله هنا افريقيا في مصر، لكن على فكره منتخب مصر سبق المشاركه فيه بالفعل في كاس العالم اكثر من 7 مرات، يعني بنحقق مراكز الحمد لله مشرفه جدا جدا. ولكن اول مره النهارده نشترك كمان في البطوله اللي هو الناشئين اللي هو الجونيور، والحمد لله حضرتك شايف المستوى الحمد لله عامل ازاي. يعني احنا بنعمل الكلام ده مش هوكي والانزلاق بس، لا عندنا كل منتخب السرعه، منتخب الانزلاق الفني، وبرضه بدانا نخش منتخب الفري ستايل، يعني احنا 6 العاب او 7 العاب جوه الاتحاد نفسه. يعني نشاطات متتاليه ورا بعض بالفعل، يعني توجيه السيد الوزير الشباب والرياضه والسيد فخامه الرئيس فتح السيسي بجميع الناس اللي في الشارع مثلا هم بيلعبوا على البتاج على السكينج، نحاول نلمهم في اي منظومه رياضيه او اي مسابقات رسميه تتبع الدوله. يعني استيعاب الشباب بشكل رسمي وشكل منظم، بالفعل تفريغ الطاقه والكلام بالفعل. يعني بشكر حضرتك جدا يا فندم والتوفيق لحضرتك. تحت امرك يا فندم، شرفتونا يا فندم، شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، يعني احنا مع حضراتكم واليوم الافتتاحي من مجمع الصالات باستاد القاهره صاله 2 وبطوله الافريقيه او الدور الثاني للبطوله الافريقيه لهوكي الانزلاق على يعني هذه الصاله صاله 2، واعتقد يعني صوره جيده للرياضه المصريه. وزي ما شفنا منتخب الشباب النهارده استطاع الفوز على جنوب افريقيا في المباراه الاولى في الافتتاح، واعتقد كانت نتيجه جيده. ان شاء الله نتمنى ايضا التوفيق لمنتخب مصر الاول ويكون ليه نتيجه ايجابيه في هذه المباراه. طبعا بعد دقائق من الان هيكون عرض الافتتاح زي ما قال لنا كده العقيد ياسر الشامي رئيس الاتحاد المصري لهوكي الانزلاق، اللي هيكون فيه افتتاح، والافتتاح ده هيكون فيه عروض فنيه سواء من بعض اعضاء الاتحاد
الاتحاد من ولادنا وبناتنا المشاركين، وايضا بعض الفنانين والناس اللي هيكونوا موجودين. ولكن معانا بقى واحد من الفنانين الجمال اللي هنا هيكون موجود وحاضر وحاول يحضر ويساند يعني داخل الاتحاد المصري. هيكون بالتالي عرض عمرو وهبه، ومن الناس اللي يحاول يقدم النهارده عرض مع الولاد والبنات داخل ارض الملعب في هذا الافتتاح الجميل. واحلى ما في الاستاد النهارده ان الاسر موجوده بشكل كبير جدا، والشباب موجودين، وفي اولياء الامور عاملين جو وفي تشجيع وفي اعلام لمصر بشكل كبير جدا. فمديه روح برغم اللعبه يعني شعبيتها مش كبيره جدا، ولكن النهارده داخل الصاله المغطاه بتدخل بتحس ان الاعداد كبيره والجماهير موجود. طبعا زي ما كان معانا دكتور ماهر كده نائبا من وزاره الشباب والرياضه، وكان حاضر النهارده الافتتاح. فاعتقد ان النهارده هيكون اليوم الاول، وبكره ان شاء الله يعني برضو ايضا هيكون في مباريات. ولكن هينضم لينا يعني السيد عرفه مدرب كابتن مروه هتنضم لينا، وكابتن مروه من عضو الاتحاد هتنضم لينا. هنعرف منها عرض الافتتاح هيكون ازاي. كابتن مروه برحب بحضرتك، واقول لحضرتك النهارده عايزين نتكلم يعني في الافتتاح والبطوله والعرض اللي هيكون شغال دلوقتي ان شاء الله. تمام. احنا انا مدير فني الانزلاق الفني. المنتخب هيسافر السنه دي ان شاء الله في كولومبيا كمان 3 أسابيع. الاتحاد طلب مننا ان احنا نيجي نفتتح البطوله الافريقيه للهوكي. حضرنا كام شو هتتفرجوا عليه النهارده. كام شو النهارده للبنات اللي موجودين؟ هم 3 شوز يعني. كام بنت مشاركه في العرض؟ 30 بنت. تمام. اشتغلتوا طبعا بروفات، اعتقد لما يكون العرض قدام يعني الشاشات والناس اعتقد بيبقى ضغط، خاصه البنات شايفهم صغيرين شويه. تمام. لا احنا طبعا بنتدرب بقالنا فتره، وعملنا كوستيوم كده افريقي ورقصات تانية يعني ان شاء الله تستمتعوا بيها. رايحين كولومبيا يمثلوا مصر في بطوله ولا ازاي؟ بالظبط، في الانزلاق الفني. بطوله دوليه ولا بطوله عالم؟ بطوله العالم. بالظبط. نقدر ننافس في البطوله ان شاء الله؟ احنا بقالنا تقريبا سنتين بنشترك، يعني دي ثالث سنه لينا. فهي مشاركه لسه جديده، واحنا لسه طبعا في اول الطريق، بس اكيد السنه دي احسن من السنه اللي قبليها، وكل سنه بتبقى احسن. بشكر حضرتك جدا وبالتوفيق، ونتمنى ان شاء الله نشوف عرض كويس. ميرسي، شكرا. الكرام يعني احنا مستمرين مع حضراتكم اليوم الافتتاحي في هذه البطوله، بطوله الانزلاق هوكي الانزلاق، وايضا اللي تتبعها بعض العروض داخل هذه الصاله. ولكن هنترك حضراتكم الان مع يعني نقول حفل الافتتاح اللي هيبدا الان، والتعليق على هذا الحفل اللي هيكون فيه بعض العروض الفنيه وبعض العروض سواء للمشاركين من داخل الاتحاد او ايضا بعض الفنانين اللي هيشاركوا. نترككم الان وحفل الافتتاح لهذه البطوله، ونترككم مع زميلنا الكابتن عمرو للتعليق على هذا يعني الحفل وهذه الصوره الجيده للرياضه ان شاء الله.
مشاهدينا الكرام، احنا مع حضراتكم لسه مستمرين مجمع الصالات باستاد القاهره. مستر جوناه يعني هو من كوت ديفوار وهو رئيس اللجنه الفنيه للبطوله، ومعانا الاستاذه حبيبه هتترجم لنا النهارده وهنحاول نكلمه عن البطوله والمستوى الفني. برحب بيه طبعا في البدايه ونرحب بيه في هذه البطوله وفي ارض مصر. How are you? Hi, we're really happy that you're here with us here in Egypt, and we're so okay. Oh. I'm very happy to be here. I'm Conan Julian, Secretary General of Africa, WASKATE Africa, and Mr. Koti, the President, sent me to come here to represent all African WASKATE. I'm very happy to be here, and I want to congratulate the government of Egypt and the Ministry of Sport and my dear friend Yasser. Could you please tell us more about your title? Oh, it's very good, very good. I said that it's good, and I see two junior teams. They are very good and very, very, very happy. Okay, and what do you think about the competition being held here in Egypt? Oh, it's a big competition. It's a big competition because we have three big countries: Egypt, South Africa, and Angola. So we have three big countries. And Rikoke, we are sorry that Mozambique hasn't come, but it's a big country, and we see a big competition. I'm very, very happy. ثانية واحدة. اللي قاله يعني قول لنا بقى اللي هو اللي قاله وضحيه هو يعني عايزين نكلمه كلامه؟ أنا ما عايزين نسأله برضو عن المستوى العالمي وأفريقيا على المستوى العالمي. And what do you think about Africa in general? How is Africa now compared to the worldwide? I think that if we're beginning slowly, we can be a big country in the world. So that Angola is big, Mozambique big, Egypt is coming, is biggest, and South Africa will be big again. I'm happy, and perhaps in 3 years or 4 years, Egypt will be a big country in the ring hockey. Thank you. Thank you very much. شكرا. Thank you so much. شكرا. كنا مع حضراتكم بهذا اللقاء السريع، ونترك حضراتكم الآن والتعليق وأحداث حفل الافتتاح لهذه البطولة، بطولة هوكي الانزلاق مجمع الصالات باستاد القاهرة.